كل خطوة تبدأ بإيد، وكل حلم محتاج سند. لما تدي من قلبك تقدر تساعد بنت وولد. كل خطوة تبدأ بإيد، وكل حلم محتاج سند. لما تدي من قلبك تقدر تساعد بنت وولد. ايد في ايد يلا نبني جيل جديد. ايد في ايد بكرة جاي بأحلى عيد. ايد في ايد يلا نبني جيل جديد. ايد في ايد بكرة جاي بأحلى عيد. أهلا بكم في برنامجنا ايد في ايد، وأولى حلقات البرنامج هتتكلم عنك انتي بعنوان انتي مش لوحدك. النهاردة جاية اتكلم معاكي كأم، كإنسانة، كمتخصصة في التربية الخاصة. لو عندك طفل مختلف اكيد في ايام بتحسي انك لوحدك حتى وسط اهلك وناسك. بتحسي ان محدش فاهمك ولا حد حاسس وعارف انتي بتمر بايه، من سهر وقلق، تفكيرك في المستقبل، وشعور دايما بالذنب. عايزة اقولك بصدق ان الاحساس ده طبيعي، ومش معناه انك ام ضعيفة، ده معناه انك ام شغالة من قلبها. طفلك مش محتاج ام مثالية ولا ام بتعمل كل حاجة صح، هو محتاج ام موجودة بتحاول وتغلط وترجع تحاول تاني. محتاج ام متزنة نفسيا وبتحبه من قلبها. طب نعمل ايه؟ اهم حاجة ازاي تتعاملي مع طفلك المتعب ده. تبطلي جلد ذاتك. كل مرة بتلومي نفسك فيها انت بتتعبي وطفلك كمان بيتأثر. افتكري ان في 3 حاجات مهمة لو عملناها ممكن تريحك. اول خطوة قاعدة 80%. مفيش حد بيقدر يدي 100% كل يوم، لكن لو النهاردة قدرتي تدي 40% هيكون ده إنجاز. تاني خطوة افصلي بين سلوك الطفل ونجاحك كأم. ابنك شقي أو عنده اضطراب أو سمات شخصية أو عنيد، دي مش شهادة فشل ليكي. شوف الطفل مش السلوك اللي فيه. يعني لما يصرخ أو يغضب اسألي نفسك هو محتاج ايه، مش هو بيغلس ليه. تالت خطوة وقت الشحن. لما الموبايل بيفصل مننا بنشحنه، انت كمان ليكي وقت شحن. لازم تشحني نفسك بفترة راحة صغيرة حتى لو 10 دقايق. ده من حقك مش أنانية، لأنه ضروري علشان تقدري تكملي. وأهم شيء إن كمان لازم تشاركي الحمل ده. ما تشيلوش لوحدك، شاركي بابا، شاركي حد من العيلة، خليه يساعدك. فكرة مع فكرة بتقوي. انت مش لوحدك، والطريق ده مش سهل، بس ممكن يبقى أهدى لما نمشيه سوا. بكرة يوم جديد وفرصة جديدة ليكي ولأطفالك. أهم حاجة سامحي نفسك على تقصير اليوم، ونامي وانت عارفة ان عملتي اللي عليكي. وابعتي الفيديو ده لكل أصحابك ولكل أم وقولي لها انك حاسة بيها. افتكري دايما انك أم كويسة حتى في أصعب أيامك. واحنا مكملين مع بعض في برنامجنا ايد في ايد، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام.